السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوز يتكتب لك 5 حجات بل 6 حجات كل يوم؟ مش كلامي والله، ده كلام سيدنا النبي، رواه أبو داود بإسناد حسن، ورقمه في صحيح الجامع 6228 اللي عايز يتأكد من الحديث وصدقه. إن أنت ممكن يتكتب لك كل يوم 6 حجات. حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد يصلي صلاة مكتوبة كتبت له حجة تامة. والكلام للستات برضو، يعني انت تصلي في بيتك المكان اللي بتصلي فيه، بس تصلي الصلاة في وقتها. يعني اول ما تسمعي الاذان الله اكبر تسيبي اللي في ايدك، لو بتطبخي اطفي على الطبيخ، وطي عليه وصلي الاول صلاتك في وقتها، بيتكتب لك بيها حجة. يعني في ايدك ان انت تاخد 5 حجات كل يوم بال5 صلوات. وفي حجة سادسة، إن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين الضحى كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين يسر، يعني انت ب5 صلوات اللي بتقضيهم الفروض بيتكتب لك 5 حجات. وبصلاة الفجر لما تقعد تذكر الله، تسبح ولا تقرأ قرآن لحد الشمس ما تشرق، وتصلي ركعتين الضحى، كتب لك حجة تامة وعمرة تامة. ب5 صلوات يا اللي ما بتصليش، مضيع من ايدك جوائز عظيمة، تكفير ذنوب وحجة. طبعا الحجة الايام دي صعبة جدا على معظم الناس. انت في ايدك كل يوم يكتب لك 5 حجات، وانت في ايدك كل يوم يكتب لك 5 حجات، بس تصلي الصلاه في وقتها. الناس اللي تقول لك ايه، اخلص الطبيخ وبعدين اصلي، اخلص مش عارف ايه، الكلام ده ما ينفعش. لازم الصلاه في اوقاتها. في وادي في جهنم للي بيأخروا الصلاه، مش للي ما بيصلوش كمان. اللي ما بيصلوش وادي سقر، وادي غي للي بيأخروا الصلاه. الصلاه لازم تكون في اوقاتها، بيتكتب لك بيها حجه. ما تضيعيش من ايدك الفرصه دي. واللي ما بيصليش صلي واستفيد ان انت كل يوم يتكتب لك 5 حجات، يتغسل ذنوبك كل يوم. يلا شاركوا الفيديو ده عشان المعلومة دي توصل لأكبر عدد من الناس، والناس كلها تعمل بيها، وبتمنى الناس كلها تعمل بيها وتسمعها. الدال على الخير كفاعله، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.